برأت هيئة الاتهام زوج الفنانة نانسي عجرم فادي الهاشم في الدعوى المرفوعة ضده منذ نحو 3 سنوات، والتي اتهم فيها بقتل الشاب السوري محمد آل موسى بعد أن دخل الأخير منزله ليلا بحجة السرقة. وفي القرار النهائي الصادر عن اللجنة ورد أن فادي الهاشم بريء تماما من تهمة قتل الشاب مع سبق الإصرار، معتبرين أن ما فعله كان مجرد دفاع عن النفس، مشيرا إلى أن الحالة النفسية التي كان فيها فادي الهاشم وخوفه على بنته وزوجته وظلام المكان وعدم قدرته على تحديد حجم الخطر دفعته إلى إطلاق النار عشوائيا. وأضافت الهيئة في قرارها أنه في ضوء سبب تبرير طال للركن القانوني للجريمة والطابع الإجرامي للفعل، فقد أزاله من نطاق نص التجريم بعد إضفاء صفة الشرعية عليها. كما ورد في نص القرار الذي تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من البنود والقرارات، منها منع محاكمة المتهم لما كلف به على أساس وجود سبب التبرير المنصوص عليه في المادة 184 من قانون العقوبات والمادة 563 من نفس القانون. كما قررت المحكمة الاحتفاظ بكافة الرسوم والمصاريف في القضية وإيداع الملف للرجوع إليه من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.